السلام عليكم. اقروا لي هذا التعليق وخلي نسمع هذا الفيديو، وبعدها عندي رد بسيط على كل ما راح تسمعوه وتقروا. خليكم وياي. العراق ليس له وجود، وليست لديه سيادة، وليست له حكومة، وليست لديه مؤسسات عسكرية. لا وجعت انتهى العراق. استاذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلش وجعتني بهاي الكلمة. اسمح لا نجم قاسية نجم. جدا، انت تقول لي ما اقدر اعبرها. خليني اصارحك. لا العراق ليس له وجود. خليني اصارحك. لا ارجوك، هذا عراق، هذا عراق استاذ امير، وان كان مر بغفوة، يا اخي العالم وان كان مر عليه شياطين، انتم لا تريدون لكن أن العراق تقبلوا لا الحقيقة. ينتهي يا استاذ امير، ارجوك. العراق لا ينتهي ولو تكالب عليه كل كلاب الارض، حسب ما اقول. لا ما هذا التعليق كان على فيديو نشرته البارحة بخصوص شخص منتحل شخصية مستشار رئيس الوزراء لمدة سنة ومحصل جواز دبلوماسي وطالب حماية من وزارة الداخلية. وذكرت بنفس الفيديو أنه أمير موسوي يحمل الجواز العراقي وتم احتجازه في مصر ورجع على العراق، في حين هو احنا نعرفه دبلوماسي إيراني ويطلع على القنوات العراقية يمجد بإيران ويقزم بالعراق مثل ما سمعتوا بالفيديو. فهذا شباقي من عراقيته. بعد ذكرت بهذا الفيديو كل هذه التفاصيل. الاخ هنا يعلق لي يقول لي هذه جرائم والاحتيال تصير بكل دول، هم جاهزين طبعا. هسه اللي سمعه يقول لك مفترى بكل الدول. انت شايف بهاي الدول التامين الصحي، شايف شوارعها، شايف مساعده الدوله الى المواطن، شايف الدوله شلون محتضنه المواطن، شايف الخدمات هناك، شايف المترو، الترام، الطائرات، الباصات، شايفها. لو انت دائما عندكم حجه بس على مود تبررون الفشل. اما بخصوص امير موسوي اللي يدعي انه هو عراقي 100%، بعد هذا الكلام ده يقزم العراق من اجل ايران، ايش باقي من عراقيته بعد؟ شنو يعني واحد انه يكون عراقي؟ بس بالهويه او يحمل جوازه، لو بالمبدا والقيم والغيره والاخلاق ودفاعه عن اهله وناسه وبلده وسمعه بلده ويعلي من شان بلده. الهويه العراقيه مو الورقه اللي تحصلها وتخليها بجيبك على انه انت عراقي. الهويه العراقيه من تحملها لازم يكون عندك حب لبلدك وتعلي من شأن بلدك. انتم من اي مستنقع؟ انتم شنو اللي مين طلعتوا لنا؟ انتم اللي تدافعون عن الباطل وتردون تغيرون الباطل وتقلبوه حق. شنو من فكر شايلين انتم جريمه تكونون عراقيين. يعني يجي يخش بعيني بانه امير موسوي عراقي. يا جماعة الخير هو إيراني أكثر مما هو عراقي، وإن كان يحمل الجنسية العراقية بشكل أو بآخر. هو الرجل بده يطلع يناظر الوطنيين العراقيين من أجل إيران. شبقى بهويته العراقية؟ يعني معقولة احنا هيك ما نفتهم وما تحترمون عقولنا وتردون تصدرون هذه خطاباتكم على أساس أنتم على حق؟ كيف ممكن أن يكون عراقي هو يتكلم بهالطريقة عن العراق؟ يريد يلغي العراق ويقزمه، يقدر يجرؤ يتكلم على إيران بهذه الطريقة؟ والله العظيم يشيلوا من إذاناته. شوية خلي عندكم غيرة، شوية خلي حبوا بلدكم، شوية استحوا، خلوا عندكم نقطة من المستحة، خلي نقدر انه نتفاهم وياكم، نقدر نتقرب لكم. انتم منبوذين من العراقيين صدقوني، وانتم ما تحسون. وراح يجي يوم خيركم يلبس عباية اخته من يطلع بالشارع لانه ما يقدر يباوع بعيون العالم. كافي، استحوا داخل لي بحساب وهمي تسوي لي عراقي وبكل الدول يصير الاحتيال. انت بالمقابل من تنظر للاحتيال بهذه الدول اللي نسبتها محدودة، انظر الى الخدمات اللي تقدمها للمواطن هذه الدول. مو تجي تنظر لي بس الجانب السلبي مثل ما يصدروه بعض القادة يبدون يدارون على فشلهم، يركزوا لي على الثقافة وعلى كل شعب له ثقافة خاصة. لكن بالمقابل شوفوا الأداء الحكومي كيف تدير هذه الدول دولها، وكيف تمجد بيها وتعليها وتعلي من شانها ومحافظة على سيادتها، وكيف تتعامل هذه الدول مع مواطنيها وتحترمهم. وفي الختام شكرا لكم على حسن المتابعة، شاركونا آراءكم وفي أمان الله.